مرحبا متابعين الكرام، أترككم مع أبرز العناوين. رومانو يؤكد: ليس باستوني، مدافع جديد يدخل اهتمام برشلونة. اجتماع بين فليك وديكو لحسم صفقة المدافع. برشلونة يراقب بديل ليفاندوفسكي في أفريقيا. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كورازون. يجهز نادي برشلونة مفاجأة غير متوقعة لمدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن في الفترة المقبلة، حسبما أفاقت تقارير صحفية إسبانية مساء الخميس. كريستنسن يعيش آخر موسم له مع برشلونة، وكان برشلونة على مقربة من حسم القرار بخصوص مستقبله من خلال تركه يرحل بالمجان بنهاية الموسم بسبب حالته البدنية وسلسلة الإصابات التي ضربته، رغم وجودته التي أظهرها مع فريقه الألماني هانس فليك. وتلقى كريستنسن ضربة قوية يمكن القول أنها أنهت موسمه تقريبا بإصابة في الرباط الصليبي. صحيح أنها لا تستدعي التدخل الجراحي، إلا أنها ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وذكرت القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يرغب في دعم كريستنسن معنويا من خلال تجديد عقده الحالي لمدة موسم واحد حتى يونيو 2027 مع تخفيض راتبه في العقد الجديد. يأتي ذلك بعدما ظهر التأثر النفسي بصورة واضحة على كريستنسن بعد الإصابة القوية التي تلقاها في تدريبات برشلونة، وهو الأمر الذي علمه لابورتا. لذلك يريد الوقوف بجانب اللاعب لتخطي أزمته الحالية ومنحه الفرصة للعودة من جديد للفريق في الموسم المقبل. يراقب نادي برشلونة خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بطولة الإفريقية الحالية المقامة في المغرب، حيث يضع عينه على كارل إيتا إيونغ مهاجم منتخب الكاميرون تحسباً للتحرك للحصول على توقيعه. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يتابع مردود اللاعب في البطولة الكبرى، علماً بأنه لفت الأنظار بسرعة بعدما سجل هدف الفوز للكاميرون في لقاء الجابون بالجولة الأولى من دور المجموعات. برشلونة يعرف جودة إيونغ بالفعل، حيث ينشط في الدوري الإسباني بألوان فريق ليفانتي، وحاول النادي الكتالوني بالفعل ضمه قبل فترة، لكن الوضع المالي لم يكن في صالح البلوغرانا للوصول بالصفقة إلى بر الأمان. وما يسهل على برشلونة صفقة التعاقد مع إيونغ رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوفه، علما بأنه انتظر تحرك البلوغرانا لجلبه في الصيف الماضي عندما كان يلعب في صفوف فياريال ليختار ليفانتي في نهاية المطاف. ويرى برشلونة في إيونغ خياراً منخفض التكلفة لتعويض الرحيل الوشيكي للبولندي ليفاندوفسكي الذي لم يجدد عقده مع إدارة خوان لابورتا، والذي يصل لخط النهاية في يونيو القادم. يضع المدرب الألماني هانس فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عينه على ترميم دفاع الفريق بالحصول على خط خلفي بأسماء تسمح له باللعب بخط الدفاع العالي دون مخاطرة كبيرة. ويرصد المدير الرياضي للنادي الكتالوني البرتغالي ديكو 3 أسماء من أجل هذه المهمة، على أن يتعاقد النادي مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف الحصول على قائد جديد لدفاع البلوغرانا. الاسم الأول هو البرازيلي جليتسون بريمر لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، حسبما ذكرت شبكة فيتشاخس الإسبانية. ويضع ديكو عينه على بيرو هينكابي لاعب أرسنال الإنجليزي المعار من باير ليفركوزن الألماني، ويراه البارسا خياراً طويل الأمد. أما الاسم الثالث فهو نيكو شلوتربيك مدافع بروسيا دورتموند الذي يعتبر مألوفاً لفليك للعبه معه في منتخب ألمانيا من قبل. وفقاً للصحفي لويس ميغيل سانز في صحيفة سبورت، يخطط نادي برشلونة لتفعيل بند الغياب الطويل الأمد للمدافع كريستنسن
قبل نهاية العام، بما يتيح استخدام 80% من راتبه حتى نهاية الموسم، ثم دراسة خيارات السوق بعناية دون التسرع في التعاقدات. من المقرر أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين ديكو وهانزي فليك لتحديد المرشح الأنسب لتعزيز خط الدفاع. وترغب إدارة نادي برشلونة في التعاقد مع مدافع جديد، وذلك لتدعيم الخيارات الدفاعية المتاحة أمام هانز فليك. وتسعى الإدارة لسد الفراغ الذي تركه إنيغو مارتينيز الذي رحل لنادي النصر السعودي قبيل بداية الموسم الحالي. وأشار الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن نادي برشلونة مهتم بتوقيع المدافع الإيطالي لنادي بورنموث ماركوس سينيسي، وينتهي عقد سينيسي مع بورنموث هذا الموسم، وسيكون رحيله مجانيا عن النادي ما لم يوقع عقدا جديدا. ولن يكون برشلونة وحيدا في سباق الوصول لتوقيع سينيسي، وذلك لأن نادي يوفنتوس أبدى بدوره اهتماما باللاعب. وتبلغ القيمة السوقية للنجم الشاب حاجز 22 مليون يورو، وستجيب الفترة المقبلة عن السؤال بشأن مصير مستقبله. كشف تقرير صحفي اليوم حقيقة ما تردد عن تراجع إدارة برشلونة الإسباني عن التعاقد مع حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب ما ذكرته صحيفة الوطن، لم تتراجع إدارة نادي برشلونة عن ضم حمزة عبد الكريم في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر مسؤولي قسم المواهب في لاماسيا، بينما يصر اللاعب على الانتقال إلى صفوف البارسا وينتظر نتائج المفاوضات بين الناديين. وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي وضعت عدة شروط، منها رفع قيمة بند البيع النهائي أو الحصول على ضمانات مالية أقوى، وتنظيم أقساط الدفع بشكل واضح ومرن، بالإضافة إلى إضافة حوافز مالية خلال فترة الإعارة تضمن للنادي عائدا مباشرا حال تألق اللاعب مع فريق برشلونة للشباب، وهي الشروط التي تراها إدارة برشلونة صعبة التنفيذ. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن إدارة النادي الأهلي رفضت إعارة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة مجانا، وطلبت الحصول على مقابل مالي و2 يورو نظير البيع النهائي بعد انتهاء الإعارة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو مع الحوافز. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة الإسباني سعيد للغاية بما يقدمه هيكتور فورت صاحب 19 عاما خلال فترة إعارته لإلتشي في الدوري الإسباني، مؤكدين أن الخبرة بعيدا عن النادي تساعده على النضج واكتساب الخبرة التنافسية التي يحتاجها للارتقاء إلى مستوى الفريق الأول. وينظر إلى فورت كخيار واعد لمستقبل مركز الظهير الأيمن، ويعتقد أنه قد يصبح عنصرا دائما تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك. سارابيا يعتمد على فورت كلاعب جناح أيمن في دفاع من 5 لاعبين، ما يمنحه دورا دفاعيا لكنه يمنحه الحرية للهجوم، وهو ما يعزز من صفاته الهجومية. الأرقام تدعم ذلك، 2 هدفان وصناعة مثلهما خلال أقل من 500 دقيقة لعب بين الدوري الإسباني وكأس الملك. الإعارة تحقق هدف النادي الأساسي، وهو منح فورت تجربة أسلوب لعب مختلف وتحمل المسؤوليات وتسريع تطوره التنافسي والشخصي بعيدا عن فقاعة برشلونة. ويعتبر النادي أن الشاب الذي يمكنه اللعب أيضا على الجهة اليسرى يحقق تقدما ثابتا ويستحق أن يكون ضمن خيارات المستقبل القريب. وأكدت الصحيفة أن هانزي فليك يقدر فورت كثيرا وأبدى دعمه له العام الماضي، وحتى عند عودة فورت لمواجهة فريقه بدا المدرب الألماني متحاورا بود مع لاعبه الشاب واحتضنه على أرض الملعب.